السلام عليكم متابعيني الأعزاء. صباح الفل والهنا على عيونكم. شايفين القمر دي؟ بصوا العظمة دي، فتة سوري جميل جمال حاجة كده، ايه فاخر من الآخر. لا لوز اللوز حلوة قوي. الولاد بيروحوا المحلات بره وبيدفعوا فيها قد كده. هعملها لك بطريقة سهلة وبسيطة جدا وفي منتهى الجمال، هتطلع معاكي حلوة قوي. بس الحقيقة الأصل بتاعها رز بسمتي، بس نظرا لأني ما بحبش الرز البسمتي وبحب الرز البلدي فعملتها. بس انتي ليكي الحرية ان انتي تعمليها بالرز اللي يعجبك. تمام كده؟ قوليلي تمام كده. يلا بسرعة حطي اللايك وعلقيلي بحرف أو لفظ الجلالة، وشيري لاصحابك وحبايبك لانك هتحتاجي الفيديو ده جدا. بصي بقى مكوناتها: 5 6 رغيفه كده هتقصقصيهم مربعات، على كام بصلايه 3 4 بصلات متوسطين انصاف حلقات، وفلفل اخضر على احمر على اصفر، والتوابل بتاعتك، ونص كيلو صدور فراخ، وشويه مايونيز على علبه زبادي كبيره. هتسخني الطاسة بتاعتك كده كويس، تنزلي عليها بشوية زيت وتحطي البصل بتاعك. تنزلي بالبصل أول حاجة وقلب قلب قلب كده لحد ما يدبل معاك. وبعد ما يدبل هتروحي نازلة بالتوابل بتاعتك، عبارة عن ايه؟ ملح وفلفل ومعلقة صغيرة قرفة بتدي تست حلو قوي للفراخ، ونص معلقة من السبع بهارات، ومعلقة كزبرة. يا سلام، الكزبرة دي بقى هي دي السر كله، هي والقرفة حاجة كده روعة. وقلب قلب قلب كده لحد البصل ما تلاقيه كارمل معاكي. واول ما يكرمل معاكي خلاص انزلي بقى بالفراخ بتاعتك متقطعة او متقصقصة بالمقص، الحتة قد العقلة. كويس كده؟ كويس كده، قوليلي كويس كده. وقلب قلب قلب لحد ايه ما تاخد الصدمة بتاعتها واللون يتغير. وبعدين هنقعد بقى نحط شوية مية في شوية مية لحد ما نطمن ان الشاورما بتاعت الفراخ بتاعتنا استوت. يلا بقى نقول الدعاء الجميل بتاعنا: بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما بنا من نعمة فمن عند الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب يا رب دمها علينا نعمة يا رب، واحفظها من الزوال، واسترها معانا دنيا وآخرة، وكفينا شر المرض، وكفينا شر الأذية، وكفينا شر المستخبي، وكفينا شر الوحش كله يا رب العالمين. واحفظنا واحفظ ولادنا واحفظ أزواجنا واحفظ حبايبنا، وافتحها في وشنا وافتحها في وشهم، وفتح لهم الأبواب المقفلة، وارزقنا برزقهم يا رب العالمين، وارزقهم يا رب من أوسع الأبواب، ونجح مقاصدهم وفرح قلوبنا بيهم يا قادر يا كريم يا رب العالمين، اللهم آمين. بصي بقى هتشوفي كده، ما تحطيش الفلفل بتاعك إلا آخر حاجة، ولازم تكوني مطمنة إن خلاص الفراخ بتاعتك استوت. ولما تحطي شوية مية في شوية مية لازم تغطيها علشان تستوي حلو. يلا بقى عبال ما تستوي نعمل بقى صوص المايونيز بتاعنا: معلقتين كبار كده مايونيز، وعليهم علبة زبادي كبيرة، وقلبيهم على بعض، وممكن تلحلحيهم بقى ايه ببق لبن. تمام كده؟ تمام كده. انا كان اخر شوية في البرطمان بتاع المايونيز، رحت حاطه لهم شوية مية كده ورجتهم، ورحت نازلة عليهم على المايونيز بالزبادي، وفص توم بس بحبة ملح صغننين على شعراية فلفل اسود، ودقيهم في الهون وانزلي عليهم على الخليط ده وقلبيه كويس، وخلاص بقى عندك كده احلى صوص. عفوا، بقى عندك احلى صوص بقى للفتة السوري. هي دي اللي هتمزمزها بقى وتفحفحها وتديها طعم وتخليها جوسي كده، وروعة الروعة، جميلة جدا جدا جدا. الفتة دي يا بنات يعني من احلى الفتات اللي الولاد بيطلبوها بره في اي مطعم. نعمل بقى شوية الرز البلدي بتوعنا. غليت العقد بتاعي مع معلقتين سمنة على شوية زيت، وأول ما غليوا ظبطت الملح ورحت نازلة بالرز بتاعي. تمام كده، وهغطيها بقى وانقلها على عين الجوانية يستوي بقى براحته ويفلفل براحته. وفي الوقت ده بقى خلاص الفراخ بتاعتي اطمنت ان هي استوت وبقت زي الفل. قلبتها ودقتها واطمنت من ظبطت الملح بتاعي وبقت طعمها في منتهى الجمال. هننزل بقى بالفلفل الالوان بتاعنا: فلفل اخضر قرنين 3 فلفل اخضر على قرن احمر على قرن اصفر. وفي الوقت ده تقلبي وتغطي واطفي النار. خلاص انا مش محتاجة الفلفل يستوي، الفلفل بيشم البخار
بيستوي على طول، ما بيحتاجش بقى ان هو يقعد وقت على النار ولا حاجة، وتبقى ريحته فيه كده ويبقى لونه جميل والوانه زاهية في منتهى الجمال. يلا خلاص بقى الرز بتاعنا كده في الوقت ده خلاص فلفل وبقى زي الفل. هنظبط الدنيا بقى. هاتي البايركس بتاعك وانزلي بالرز. بصي الرز مفلفل وجميل ولونه حلو ازاي، في منتهى الجمال. وظبطيه كده، حطي الرز كله، دول كوبايتين رز. الكمية اللي انا عاملاها دي بتكفي 5-6 افراد كمان. تمام كده؟ قوليلي يا اختي تمام كده وصلي على النبي كده. علقي بأي حاجة، قولي تسلم ايدك يا ايمو. وكل ما تحطي حاجة انزلي بصوص المايونيز عليه. حطينا الرز ونزلنا بصوص المايونيز. وبعدين العيش بتاعنا بقى رحت حاطه له معلقه سمنه على شويه زيت ودخلتهم الفرن، ما فيش ربع تلت ساعه وخرجوا لي متحمرين وعاملين زي البسكوت كده. رحت حاطه العيش بتاعي فوق الرز، وانزلي برضو بصوص المايونيز عليه، سقسقيه شويه هنا وشويه هنا وظبطي الدنيا كده. بصي الجمال، انتي مش متخيلة الريحة اللي انا شماها دلوقتي. ريحتها والله في منتهى الجمال. عايزاكي تقوليلي ايه رأيك في طريقة التصوير الجديدة. قوليلي ايه رأيك، هل انا اجتهدت واتطورت ولا لا. بصي بقى انا هنزل اهو بالفراخ بتاعتي واظبط الدنيا واحط عليها الصوص. سمعت ليلى النجار بتقول ايه، بتقول مفيش حاجة هتكبرك الا اذا التصوير بتاعك كان كويس، الإضاءة بتاعتك كويسة، صوتك يبقى عالي. أنا بحاول والله بحاول إن أنا أعلي صوتي. الكاميرا بتاعتك تبقى كويسة، والمتابعين بتوعك يحبوكي. أنا عايزة أشوف بقى أنتوا بتحبوني ولا إيه. أنتوا اللي هتكبروني بفضل ربنا، وبعدين بلايكاتكم ودعمكم ليا. فأنا نفسي أكبر وأبقى حاجة كويسة، وأنا والله بجتهد. يعني هي برضو في الفيديو قالت اللي هيكبر الصفحة بتاعتك انك تكوني مجتهدة، وانا بجتهد يعني على قد ما بقدر. بصوا التركة الاخيرة بقى، فصين توم دقيتهم بذرة ملح كده ورحت محمراهم بمعلقة سمن. دول نقلوا الفتة بقى نقلة تانية خالص. يا خبر ابيض بقى، مش قادرة اقولك على الفحفحة والريحة والجمال والقرمشة بتاعة التوم على الوش. خلوها حاجة كده ايه فعلا، عظمة عظمة عظمة. يلا جربيها واحفظي الفيديو عندك، لانك هتحتاجيه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وكل يوم والتاني هيطلبوها منك من جمالها. يلا حبيبة قلبي، لو عجبك اوعي تنسيني في اللايك، وعلقي ان شاء الله بنقطة بس، وشيري بقى لحبايبك لاخواتك وحبايبك. فوتك بعافية يا قمر، لا بألف عافية. بصي الجمال، شايفة المنظر